يا شيخ أنا قبل فترة حلمت ما أدري شلون يعني كان في أحد صار عندي وأخذني بيدي ومشى فيني بمكان غريب يعني جن مم. ملكة الشياطين عفوا إيه. تبغى تقابلك. مهم. ورحت معه كان على يميني ولكن ما كنت أشوفه، ونزلنا تحت في قصور تحت الأرض عليها زخرفة كأنها بوابات يعني كبيرة، مم. وفي مجموعة يطوفون حول حجر من نار لونه أسود كذا مشتعل، مم. وكان معهم كل واحد معه شيطان مم. يدور فيه على يمينه، بعد ما يخلص منه يخلي يخلي الإنسان اللي معه يلمس النار فخلاص يحترق، فيروح الشيطان بطريقه وهذاك خلاص يعني احترق بنار جهنم. ما أدري نار ما أدري إيش، بس هي حجر مشتعل عليها مم. زي زي حجر يعني مبروزة ومحاطة يعني مفخمة كذا. فقال لي اللي معي اللي يمشي معي قال لي هذولا شياطين وأتباعهم، وقال لي لا تلمسين الحجر. مشى فيني ودخلني عند بوابة كبيرة وقال لي معلش أنا أعتذر ما راح أدخل معك، إنه بس أنت اللي راح تدخلين هنا. دخلت ولفيت على يساري كذا كأنه مباني يعني داخل كذا، لقيت كرسي كبير يعني كأنه عرش كذا، في أسفله مكان كذا كأنه في أحد يعني يبغى يسجد فيه، يعني كأنه تحت مكان الأقدام كذا. فمشيت كذا تلفت يمين يسار إذا فيه ك... ش... يعني كأنه طائر كذا كبير. جت لي وقالت لي آه، أنا بيني وبينك يعني عقد، مو بيني وبينك، أخوك مسوي عقد إنه راهن بنتك، أنت موافقة وقعي. قلت أخوي مين؟ ورتني إياه كأنه ساجد بالمكان هذا، وظهره باين يعني شوف حلقات ظهره فقرات ظهره، وقالت لي وقعي كأنه فيه كذا يعني مكان عليه ورقة ولازم أوقع على إن بنتي مرهونة. فقلت لا هو عنده بنت يرهن بنته، مم. وقمت وقفت وطلعت من المكان هذا. مشيت كان كتمة يعني وكله نور كأنه برتقالي كذا يعني على ظلام. رقيت درج رفيع مرة وطلعت واستنشقت الهواء وقلت يعني هذا المكان أفضل من ذاك المكان مرة. ما أدري يعني انتهى. أي انتهى. طيب تمام. أنت متوترة أساسا من هذا المنام وهو حساس جدا. أيوه. أول شيء خليني أسأل، أنت متزوجة عندك عيال؟ أيوه. كم عمرك تقريبا؟ بداية الأربعين. ما شاء الله. كيف الصلاة وكيف العبادة وكيف التقوى وكيف كل الأمور هذه اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ والله الحمد لله. أحسنتي. أي شيء ولا لا؟ لا أبدا. ولا تواصلتي مع أحد بتليفون، سألتي عن برج أو سألتي عن أي شيء خارج عن الرقية الشرعية وعن القرآن والسنة فيه ولا لا ما فيه؟ لا لا أبدا، بس أنا تعبت تعب كثير طيب بس وبنتي تعبت كثير. إيه. معلش، المنام هذا متى شفتيه؟ تقريبا قبل سنة. بعد السنة هذه صرتي إذا في شيء بخاطرك أو حسيتي بشيء يحدث أو استشعرتي شيء أو دخلتي بمكان بالحال تحسين بقشعريرة، أو يعني خلينا نتكلم عن سابق الكلام اللي إذا في شيء استشعرتيه أو أحد تكلم في موضوع كأنه مر عليك هذا الشيء، يعني كأنه صار عندك معلومات غريبة جديدة عليك. إيه. وفي أحلام قرأت برضو. وفي أحلام، قرأتي على أحد أنت يوم من الأيام؟ مرحبا. إيه دايما. يتأثرون من رقيتك؟ إيه. طيب شوفي، هذا المنام رغم سوءه في الظاهر إلا أنه جيد في الباطن. مرحبا يا ميثم، مرحبا. الله أعلى وأعلم يا أم البراء، هذا شر صرف عنك، لأنه فعلا أنت دخلتي بهالأماكن بالمنام، النفس روحك دخلت بهالأماكن كلها بسراديب الشياطين بسراديب الجن بما معناه، لكنهم ما يستطيعون يؤذون وما آذوا. أنت كنت متحصنة وعلى خير، لكنهم حاولوا يوصلونك إلى مراحل أنه تدخلين بمراحل سيئة، لكن لا، صارت عكس ما كانوا يتمنون من ذهب بهذا المكان. الآن أنت لو بدأتي في الرقية، بدأتي ترقين أحد من أبنائكم من عائلتكم، راح يتأثر وراح تكوني مؤثرة جدا، راح تكوني مؤثرة جدا. مرحبا يا بدر. إيه. فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وارقي، وكذلك يدل على انه انت، انا ما ابغى اقول هذا الشيء ولكن خليني اجيبها بطريقه لعلها توصل الفكره بدون ما
أصرح بهذا الأمر. أصبحت متمكنة ومحفوظة من الله سبحانه وتعالى. أنت محفوظة من الله سبحانه وتعالى. معشر الجن بصفة عامة يخشون المكان اللي أنت فيه، حتى لو تحسين أنك تعبانة أو تضايقين أو نفسيتك تضيق أو هالأمور، لا، أنت بعد الله سبحانه وتعالى أنت متمكنة، ولا يمكن يوم من الأيام تستطيع شياطين الجن أن تؤذيك بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان في ساحر أو كذا، طبعا بحفظ من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن تكونين فعلا بها. آمين. الله يجزاك خير. في حلم ثاني، مو حلم، ما ينجي هو والله. فعلا. والله أهلا يا تهاني. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي حلم قصير. حلمت إني في مكان مجلس، يعني مجلس جدتي، وكان في أطفال وكان في خالاتي، وأنا في النص أجلس أقرأ قرآن بصوت عالي. بعدين كني انتبهت على نفسي إنه أنا كملي. اكتب عنها لمسة واحدة. إيه يا شيخ صوتي قطع، فين وصلت؟ أنت اللي قطعتي، وش دراني؟ أنت نسيتيني، أنت ارجع مني. سامحني. طيب أنا كأني كنت في مجلس عند جدتي وفي أطفال وخالاتي وهذا، وأنا أقرأ قرآن في نص الصالة بصوت عالي. بعدين أنا انتبهت إني وقلت لنفسي آية في سورة الإسراء اللي هي لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بس أنا هنا ما قلت كلمة صلاتي، أنا في نفسي على صوتي بس، وانتهى الحلم. ما راح أسأل كثير إلا سؤال واحد بس. تمام. أنت في العبادات أصلا أنت تصلين وتعبدين الله وتسوين كل شيء زي ما يسوون الناس كلهم، لكن أحيانا تحسين إنه أنت جاهرتي بهذا الأمر وتندمين عليه، خاصة صدقة أو أنا أخاف، ويعني أنا أمر أحب إني ما أراقب الناس عشان لا أحد حاوليني دائما تعاقبي نفسك بهالشيء، إنه لا أنا ما أبغى أحد يعرف أصلا أنا صليت، ما أبغى أحد يعرف إنه أنا قرأت قرآن، ما أبغى أحد يعرف، رغم إنه في ناس يعرفون هذا الشيء ويدرون عنك إنه أنت راعية عبادات ورعية الصلاة، لكن أنت تحاولين جهد المستطاع، رغم إن هذا الشيء غير محبب إنه أنا أخفي كل شيء أخفيه، عادي أصلي قدام الناس يشوفوني أصلي، المهم إنه مو بتعمد أنا إنه أروح شفت الناس جو أحط سجادة أصلي، اللي بيشوفني يشوفني، اللي ما يشوف كيفه. احرصي على هذا الأمر على أساس ما يدخل الشيطان وسواس كثيرين، تغلقين الأبواب وتصلين بالحال، خليك دائما وسط فعلا، فأنت على خير إن شاء الله. في المنام يعني هنا إن أنا أظهرها ولا أنا أخفيها؟ لا، المفروض انه انت تصلين طبيعي جدا، لا تظهرين بما انه انا اروح اوري الناس، ولا اخفي حتى الناس اللي يروني، اصلي طبيعي واتصدق طبيعي وافعل طبيعي كل شيء طبيعي، بدون ما احرص جدا انه ما حد يعرف ايش قاعد اسوي، لكن لا اجاهر فيه. مرحبا بها، واضح؟ تمام.